أسوأ شوط للزمالك يعني من فترة طويلة، شوط يعني الواحد عايز يقول شوط من أسوأ أشواط نادي الزمالك من فترة طويلة. الزمالك يخسر أول 3 نقاط في الدوري المصري في ثالث مباراة، أول 3 نقط يطيروا من ثالث مباراة. أداء سيء، أداء سيء. سيبك من الأداء السيء، نروح لأحمد باشا سليمان. إيه رأيك يا باشا في عواد؟ يا باشا يا أحمد يا باشا يا سليمان، يا أحمد يا بيه يا سليمان، إيه رأيك في عواد؟ طيب يا أحمد يا بيه يا سليمان، إيه رأيك في عمر جابر؟ هما الاثنين سبب الهدف النهارده. ادي يا عم احمد سليمان واللي بيدافع عليهم احمد سليمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل متابعين قناه اكرامي محمود في كل مكان. يعني نبدا كلامنا قبل ما نخش في تفاصيل المباراه، نبدا كلامنا كعادتنا بذكر الله، فلا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايكك وشيرك واشتراكك يا كبير، علشان هنقول كلام مهم لازم يوصل لإدارة الزمالك. هنقول كلام مهم لازم يوصل لإدارة الزمالك، فلايكك وشيرك واشتراكك يا نجم النجوم. طيب مباراة ولا أسوأ شوط ولا أسوأ لنادي الزمالك اليوم، يخسر من النادي المصري 1-0 بهدف الشامي. وبص أخطاء عواد وأخطاء عمر جابر. ما هو انت طول ما انت بتطلع تتكلم في الاعلام على لعيبتك هتشوف نفسها. الكلام لاحمد سليمان، الكلام للعميد ولا البروفيسور ولا زي ما انت عايز تقول، او الكابتن احمد سليمان زي ما انت عايز تقول. اديك جبت سيره عواد وعمر جابر، الاثنين سبب الهدف النهارده. الاثنين سبب الهدف النهارده يا بيه. كل ما هتطلع يعني شد بلاستر واسكت. قولا واحدا للكابتن احمد سليمان، شد بلاستر واسكت. مش كفايه عضو مجلس اداره في نادي الزمالك من اكبر الانديه عضو مجلس اداره فيه يطلع يتكلم في الاعلام وياخد مرتبات من قناه فضائيه؟ عيب يا راجل. اقعد على جنب، اقعد على جنب وبطل كلام. انت مين اصلا عشان تقول هيودي ومش هيودي وهجيب وهودي وهعمل وهسوي؟ يا راجل اسكت بقى، اسكت بقى. شوف فريقك، شوف نادي الزمالك اللي عايز سكواد على السكواد بتاعه. نادي الزمالك عايز فرقه على الفرقه. وبعدين جوميز ابتدى يخرف. واحد هيقول لي ابتدى يخرف، هقول لك يا باشا منزل شيكابالا من بدايه المباراه، هوب عمل بس جريتين وما شفناهوش تاني. جريتين عملهم وضرب سبرنتين، انتهى شيكابالا يا باشا. تلعب بيه اخر ربع ساعه، اخر ثلث ساعه بالكتير قوي، وخلاص على كده وانتهينا على كده. ده 40 سنه. ده انت عندك، بص هقول لك ايه، عبد الله السعيد 40 سنه، شيكابالا 40 سنه، عواد 36 سنه، عمر جابر 36 سنه. ده انت يعني معاك سكواد على المعاش، كله على المعاش يا بيه. بدل ما تطلع كل شويه في الاعلام تقول شمال ويمين، اطلع دور لك على صفقتين ثلاثه. نادي الزمالك يا جماعه من اكبر الانديه، فلما بيكون نادي الزمالك في مستواه بتبقى المنافسه يعني نار يا حبيبي، نار. انما كده ده كده جميع الانديه هتاكل عيش على نادي الزمالك، هذا الموسم بهذا السكواد. قولا واحدا جميع انديه مصر هتاكل عيش على نادي الزمالك بهذا السكواد. يعني على المعاش، حكايتهم على المعاش، كلهم حكايتهم على المعاش. نادي الزمالك حد شاف نادي الزمالك امبارح؟ حد شاف نادي الزمالك في ماتش امبارح اللي طلع بعد ما الاهلي تعادل مع الاتحاد؟ كل ما قابل واحد زملكاوي يقول لي ايه رايك يا عم الاتحاد سيد البلد؟ يا عم على عيني وعلى دماغي وعلى راسي، على عيني وعلى دماغي وعلى راسي الاتحاد سيد البلد، ماشي. طب المصري ايه؟ طيب لما الاتحاد سيد البلد وكلنا عارفين،
طب المصري اللي غلبك النهارده هتيجي تكلمهم بكره، يقول لك ايه؟ الزمالك اللي غلبك امبارح النهارده ايه؟ الزمالك اللي غلبك امبارح هتيجي تكلمهم يقول لك الحكم ومش بيخترعوا. بص، بيخترعوا يعني عايزين يطلعوا من اي بتاع باي حنكشه، قولا واحدا يطلعوا من اي موضوع باي حنكشه. ما يقولكش لا احنا كنا وحشين، لا احنا المفروض لازم يصلح من نفسه، المفروض لازم يشوف سكواد غير كده، المفروض لا، هيطلع يجيب لك سيره الحكم وسيره عبد الشكور وسيره عبد ربه زي ما متعودين من جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك ما بتعترفش باخطاء فريقها. جماهير نادي الزمالك ما بتعترفش باخطاء فريقها. طب احنا امبارح كلنا طلعنا وقلنا الاتحاد دي ضربه جزاء، عادي جدا، عادي جدا. قول الحق خليك جريء، قول فريقي كان وحش، امبارح والمصري يستحق الفوز. انما هم هيقولوا كده؟ ابدا يا باشا، ما تلاقيش الكلام ده. ما يقولكش مثلا شيكابالا عمل جريتين وشطب بنزين، المفروض يبقى جوميز اذكى من كده وامهر من كده وعنده فنيات اكتر من كده وينزل شيكابالا في اخر تلت ساعه. هيقولوا الكلام ده؟ ابدا. بص، كل حاجه وكل بلوه وكل مصيبه يقول لك الحكام بيطلعوا من اي ضحضيره بضحضيره ثانيه. الحكم يا باشا، الحكم مديك في الشوط الثاني 8 دقائق، مع ان ال8 دقائق اللي حسبهم الحنفي ما يجوش ربع اللي ضاع في ماتش الاهلي والاتحاد في الشوط الثاني. طب ايه يعني؟ ايه هنفضل كده كتير؟ الزمالك هيفضل كده كتير؟ احنا بنقول المنافسه اهلي وزمالك، لما يكون الزمالك والاهلي ماشيين بمستوى حلو تبقى في منافسه. انما الزمالك جميع الانديه المصريه هتاكل على قفاه عيش السنه دي، قولا واحدا. جميع الانديه المصريه هتاكل على قفا الزمالك عيش السنه دي. اضرب يا كبير لايكك وشارك واشتراك، اضرب يا كبير اللايك، اضرب يا كبير. جميع انديه مصر السنه دي هتاكل على قفا الزمالك عيش. ليه؟ علشان هم يا باشا مش الاداره اصلا مش مركزه مع الفريق. الاداره فيهم عضو مجلس اداره كل شويه يطلع على الفضائيات يقول لك عبد الشكور وعبد ربه والحكايه والروايه. طب يا عم ادي عواد اللي كنت حارق دمك وعامل الهليله عليه، الهدف بسببه هو، واللي كنت برضه عامل هليله عليه عمر جابر. مش كنت عامل هليله على الاثنين دول؟ او من الاثنين دول هم اللي خسروك امبارح. الاثنين دول يا كابتن احمد يا سليمان هم اللي خسروك امبارح. بخلاف كمان مره ان سكوادك سنه كبير، سكوادك على المعاش كله. وبعدين ميشيلات جوميز يحطه يمين مش نافع، ميشيلات جوميز يرجعه شمال مش نافع، ميشيلات اللي كان ياما هنا وياما هناك هيدوروه على في يناير على انه يرحل ويفسخوا الاعاره. يا راجل ده كلام. اولا انا سيبك ميشيلات واي لاعب محترف في الاهلي وفي الزمالك لعيبه محترفه كسر ما عدا واحد او اثنين. يعني الاهلي بجلاله قدره ما فيهوش غير لاعب محترف غير وسام ابو علي ويحيى عطيه الله، دول اللي ظاهرين. الزمالك ما فيهوش غير الباك الشمال اسمه محمود بن تايب والمهاجم اللي اسمه سيف الجزيري. وطبعا سيف الجزيري مقلوب عليه من جوميز وحاطط لنا ناصر منسي الاسطوره، ومعاه سيف الجزيري بره. طب ده كلام؟ هل ده كلام يعقل؟ هل ده كلام معقول؟ معاك سيف الجزيري بره وحاطط ناصر منسي الاسطوره الوهميه لجماهير نادي الزمالك اللي ما عملش اي بتنجان في المباراه، وسايب لي سيف الجزيري بره. سيف الجزيري قاعد بره وناصر منسي اللي موجود. جوميز ابتدى يخرف، ولازم نادي الزمالك يحل مشكله القيد علشان يجيب له صفقتين 3 في يناير علشان يقف على رجله. علشان كده نادي الزمالك داخل على مرحله خطر، واحنا داخلين على الكونفدراليه اللي طالع جوميز يقول لك احنا مركزين في الكونفدراليه. كونفدراليه ايه يا عم؟ ده الناس احنا مش معترفين بالكونفدراليه دي.
كونفدراليه ايه دي؟ يا راجل يا راجل قول اي كلام. عشان ما اطولش على حضراتكم، اضرب يا كبير لايكك وشيرك واشتراكك، نوصل الكلام ده لكل الناس. بشكركم علشان ما اطولش عليكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لكم.